يا اما يصلح لي يا اما يقتنع بكلامي. فما كنت منشغب قوي قوي في حته الثقافه وما عنديش اي موضوع. يعني كانت يعني كان في اخوك كمثل انت عايز تقتدي بالظبط. تبقى شيء زيه او عاجبك شخصيته في البحث بالظبط. والتمحص في الشيء والبحث وراء اسرار كل حاجه. بالظبط. بالظبط. وهو كان من نفس النوعيه بتاعتي. يحب اللي يساله وما يسالهوش عن عدم درايه، يساله عن درايه، وبيكون بس خلافه معاه في نقطه معينه يوضحها له. انا نفس الحكايه وطلعت زيه بالظبط. يعني تقدر تقول نسخه بالكربون. طبعا هو افضل مني بكتير. بالمناسبه هو مؤلف وكاتب برضك، وعمل تاليف 21 كتاب وذكرته ضمن شخصيات الجيل. والله يعني احنا سعداء جدا بالكلام اللي حضرتك بتقوله، ويمكن اقول تحيا مصر وتحيا رجالها وتعيش الايد الشغاله. مصريين بيشقوا قنالها بالهمه سواعد رجاله. بعد الصبر وجانا الخير، يا بلدنا يا حلوه يا منصوره، ومشينا لاخر المشاوير والكل هيضحك في الصوره. دكتور احمد، اسمح لي ان احنا عايزين يمكن وانا بطلع في الكتاب واتفحص في الموضوعات اللي فيه كلها طبعا موضوعات شيقه وجميله جدا. ويعني انما تنم على فكر وعصاره فكريه لراجل فعلا على مستوى الثقافه والابداع والمسؤوليه. شدني قوي في ضمن موضوعاته ان حضرتك اتكلمت على حكايات عن الشخصيات الاسكندريه. اسكندريه فعلا حاجه عظيمه قوي، مليانه او بها العديد من الشخصيات الفنيه اللي اثرت في الفن والابداع. مين الشخصيات اللي انا مش عايز اقول من عندي في فلان وفلان وفلان، عايز ادي لحضرتك الفرصه تكلمني عن الشخصيات الاسكندريه اللي انت اتكلمت عليها وحسيت انها كان لها بصمه في المجال الثقافي والمجال الابداعي. انا اول شخصيه بحبها من وجهه نظري الشخصيه هي شخصيه زعيم الراحل جمال عبد الناصر.